ألف عافية للجيش اللبناني يلي عم بينفذ مهمة حصر السلاح بجنوب الليطاني، واصطحب امبارح معه مجموعة من الإعلاميين لمزيد من الشفافية يلي عم بيحاول يوصل فيها رسالة تأكيد للشعب اللبناني والمجتمع الدولي والأمريكان وحتى إسرائيل إنه ما عم بيقصر بتنفيذ المطلوب منه بقرار من الحكومة. لحد هون الخبر ممتاز وإيجابي، بس امبارح بعد الظهر كل يلي عمله الجيش كبوا الشيخ نعيم قاسم بالبحر من دون ما يرفله جفن. الشيخ نعيم يلي قال انه الرد على اغتيال الطبطبائي جاي واحتفظ بحق التوقيت، وهيدا الكلام معطوف على كلام سابق ومتكرر بانه الحزب رجع تعافى. طيب، شو لازم نفهم من كلام الشيخ نعيم؟ أول شي، بمجرد الكلام عن التعافي يعني كل يلي عم يعملوا الجيش ما له قيمة بنظر الشيخ نعيم، وبيشبه يلي عم بيعبي مي بسلة قش. تاني شي، اتفاق وقف اطلاق النار ما بيقول عن لم السلاح بجنوب الليطاني وبس، إنما بكل لبنان. ما بقى حدا يستخف بعقولنا. تالت شي، شو يعني حق الرد يا شيخ نعيم؟ يعني قرار السلم والحرب بعده بإيد الحزب وخلفه إيران، وهيدا الأمر بضاعف لبنان ورح يعرضه لحرب طاحنة يبدو أنه صارت أمر حتمي بسبب عناد الحزب ورخاوة الدولة، والشعب وحده رح يدفع